أنا النهاردة خرجت من جريمة القتل بتاع الروضة ستامونش. حسيت فعلا إن العيل والأم حزن شديد على ابنهم اللي راح فدا الغدر والخيانة وفدا صاحبه 3 سنين. وجيت على الحديقة لقيت حديقة عزب الجاه اختلفت عن مرة ما كنت عاملة اللقاء بتاع الدكتورة حنان. الحديقة مملوءة بالناس، بالأطفال، بالجمال. الأطفال كلها بتلعب وبتتبسط. ده بحر عزب الجاد وحديقة عزب الجاد. الحديقة فعلا اللي هتنقل بالقاس نقلة حضارية جديدة، هتغير من الشكل ومن الموضوع. والناس بدل ما كانوا بيروحوا على بهية أو على الحديقة المنى، الوقت هيجوا هنا لأن الحديقة فعلا جميلة، فيها لعب وفيها الأطفال مبسوطة النهاردة. وزي ما يكون يوم جماعي للأطفال، الأطفال من كل بالقاس جاية النهاردة وفي عز الشتاء يلعبوا ويتبسطوا ويتهنوا. يا رب فرح كل أب وفرح كل أم وفرح كل الأولاد، فرح الكل. النهاردة هو صورة مباشرة. هو إحنا بحر عزب الجاد. البحر طبعا صغير على قدنا، إنما المكان مساعي الأمهات، أمهات كتيرة وأطفال كتيرة وأولاد كتيرة. النهاردة أنا عرفت بالصدفة إن هو هنا رؤية الأطفال لأبوهم أو أمهم. هذه حديقة عزب الجاد، الحديقة الجميلة، الحديقة فعلا اللي غيرت مجرى بالقاس ونورت في بالقاس وضافت لبالقاس الكتير والعديد. أنا كل ما باجي بالقاس بحس فعلا بتطور وجمال بيظهر في بالقاس من خلال الحديقة. احنا مش عايزين حديقة واحدة ولا 2، احنا عايزين بالقاس كلها منتزهات وحضر وناس تقعد يتلموا على الأهل مع بعضها، إنما مكان واحد هيكفي مين ومين. احنا من خلال حديقة عزب الجاد اللي مقابل لمستشفى بالقاس العام ومقابل للبحر ومقابل لمشاريع كتير، دكاترة، فئات المدارس، حاجات كتيرة، لأن هي في منطقة حيوية ومنطقة فعلا كلنا بنحبها. هي داخلة على عزب الجاد وخارجة على شركة بيع المصنوعات والميدان. بالقاس جميلة، جميلة بناسها، جميلة بكل حاجة فيها. بالقاس ده الطريق اللي ماشي على الستاموني والجرايدة، أو ماشي على الجرايدة الطريق التاني ماشي على الستاموني والحفير وحفير شهاب الدين ومراكز وقرى كتيرة، ومنها قرية الستاموني اللي كان فيها الجريمة النهاردة. يا رب اخلي بالقاس من كل جريمة، وخلي بالقاس بلد دايما جميلة، جميلة بناسها وجميلة فعلا إن احنا بنلتقي فيها، والخير دايما بنلتقي بالقاس. شايفين الأولاد بيلعبوا بمتعة وفرحة وكويس برضو. هي ال5 جنيه مش فلوس ان انت تجيب ابنك او بنتك ويجوا يفرحوا ويتبسطوا ويتهنوا من خلال يوم مع الأسرة، في حد ذاتها حاجة جميلة. احنا شفنا المعهد بتاع الكردود النوبة اللي فاتت، قابلت البنت جاية من المعهد تتفسح وتتهوى لان حست فعلا المكان هنا بيشيل الكتير والعديد. السيدة رئيسة مجلس المدينة عملت البتاعة ديت بحب والتقنية، وفعلا احنا بنقول لها يا أستاذة غادة دي حاجة تتحسب لك وفي تاريخك ان انت دايما بتفكري بالقاس. بطلت الشوارع وعملت في الشوارع الكتير، بس ناقص بقى الشارع بتاعنا في المعصرة. انا قلت لك قبل كده سفلت لنا الشارع عشان اعمل لك دعوة كبيرة بالفرح وبالهنا، فرحة لأهالينا وناسنا. احنا شفنا المتعة أشكال وألوان من خلال بالقاس. أطفال بتلعب، أطفال بتتبسط. يوم للأسرة من بالقاس. أنا رحت الأوبرا المصرية، رحت الفنادق كلها في القاهرة، شفت العديد والجميل. بس بما بيجي بلدي بحس إنني بشوف حاجة لو بسيطة بس حاجة حباها. يكفي إنني ما بسافرش 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي واتبهدل عشان اروح اشوف الحاجة دي وارجع اخر النهار مرهقة وتعبانة. عشان ايه؟ عشان عندي مؤتمر. انا عايزة مؤتمرات بلدنا احسن واكتر، ودعواتكم ليا المؤسسة بتاعتي تخرج للنور من بالقاس، بلد الجمال، بلد الحب. بقول لكم اجمل تحية من بالقاس واهل بالقاس.
كان معكم الإعلامية سهير يوسف، ويوم مع الأطفال في اللعب والمرح من خلال بلقاس بلدنا اللي فعلا هي الجمال كله. الجمال كله. الحديقة شفناها على مدد الشوف، مساحتها كبيرة وواسعة، مشطبة تشطيب حلو، والأطفال هنا تقريبا مبسوطة، مش حاسة لا ببرد ولا بدنيا بتشتي ولا أي حاجة خالص. وده الحاجة الحقيقية اللي ربنا بيقولها، السعادة بتخلي العيل ينطفى عليه كل مظاهر البرد والشتاء.